السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ البطاطس المقرمشة دي احنا بناكلوها بره في المحلات، سعرها غالي، وجبناها قبل كده كانت غالية. فاكرة يا عبير؟ عبير صاحبتي كانت بتحب البطاطس دي قوي، واحنا جبناها من محل طلعت غالية قوي. هي سهلة جدا في عمايلها. بصي القطعة دي تبشر لنا البطاطس بشر حلو قوي. احنا مش عايزين نعصرها ولا نقطعها قطع، احنا عايزين نبشرها. لو القطعة دي مش عندك ممكن تبشريها بالمبشرة عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بصي انا هنا بشرتها وحطيتها في ميه، وهغسلها اشطفها كام شطفه كده، وبعدين اوريكي هعملها ازاي. هي سهله جدا على فكره، بتتباع بره بالغالي من غير لازمه. انا هنا غسلتها وصفيتها ضروري، وحطيت لك المقادير كلها. في معلقتين نشا هنا نسيت اكتبهم في المقادير، في معلقتين نشا مهمين قوي نسيت اكتبهم في المقادير. خدوا بالكم بقى، انا كاتبه المقادير كلها على الصفحه، بس نسيت احط النشا. ودول شويه خل صغيرين. وما تقلقيش فكريش ان البطاطس كده ناشفه، لا، واحنا بصي بندعكها كده بالبيضه بالنشا بالتوابل كلها، هتختلط وهتطرى وهتنزل كمان ميه بعد شويه. فاوعي تستعجلي وتفكري ان البطاطس كده ناشفه. اي اداء عندك اي شكل بتحطيه في الزيت كده، وبتحطي معلقه وتسويها. عايزه تعمليها تخينه تعمليها رفيعه زي ما يعجبك. لو عملتيها رفيعه هتطلع مقرمشه جميله جدا، عملتيها تخينه هتطلع مقرمشه من بره وطريه من جوه، بس برضو هتستوي طالما على نار هاديه. اهم حاجه ان انت الاداء دي بعد ما تساوي البطاطس بتاعتك بتشيليها على طول، علشان لو سبتيها شويه هتلاقي البطاطس لزقت فيها من الجناب. فده مهم قوي، يا دوب تساوي كده وتروحي رافعه الاداء على طول بعد ما تتاكدي ان الدايره بتاعتك مظبوطه، او اي شكل انت تفضليه، مفيش اي مشكله خالص. لو ما عندكيش اشكال خالص ممكن تحطيها بالمعلقه كده عادي. بصي هنا كانت لزقت في بعضها، كان البيض طبعا بينزل منه السائل، البيض بيلزق الحاجه في بعضها. اتحمرت من جنب قلبتها، المهم ان هي على نار هاديه. بتحطيها في طرف الجريل كده لحد ما تتصفى من الزيت بتاعها، وهنعمل نفس العمليه تاني. سهله جدا. ايه رايك يا ست عبير؟ يا رب تكون شفتيها سهله ما فيهاش اي صعوبه خالص، تعمليها في البيت ومتاكلهاش تاني من بره. جميله بصراحه وهتعجبك يعني. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا كل حاجه. بصي هنا لزقت ازاي، انا يعني نسيتها ثانيه، او مش نسيتها، كنت بعمل حاجه تانية فلزقت حاجه بسيطه كده، عشان كده بقول لك شيليها على طول. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا ويعجبكم الحاجه اللي بعملها، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.